السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. من اليوم ما بقيتوش ترميو القشره ديال الحامض. الا عصرتوا الحامض احتفظوا بالقشره. واجي نوجد معكم 3 ديال الوصفات اللي تستغلوهم في المطبخ ديالكم، ومنها ما غاديش نضيعوا هاد القشره ديال الحامض ونستافدوا منها. كما كتعرفوا الفوائد، يعني الحامض كله فوائد، وما نرميوش القشره ديالو، نستغلوهم في بزاف ديال الوصفات في المطبخ ديالنا ونستافدوا منهم. انا عندي كميه ديال القشره ديال الحامض، غادي نقطعها بهذه الطريقه. بغيتو تخليو الحامضه مقسومه من النص خليوها، بغيتو تقطعوها رقيقه بحال كما قطعتها انا قطعوها على حسب الاختيار ديالكم. عندي هنا كميه كما كتشوفوا كثيره ديال القشور ديال الحامض. انا وجدت بها المركز ديال العصير ديال الحامض. غادي نشاركو معكم ان شاء الله في القناه، وغادي نشارك معكم دابا هذه الوصفه كما كتشوفوا. بغيتو تحتفظوا به كما قلت لكم بهذا، يعني تبقى الحامضه مقسومه غير من النص، اولا بديتو تقطعوها رقيقه على حسب الاختيار ديالكم. وغادي نزيد عليها الملحه. هاد القشره ديال الحامض غادي نوجد بها الحامض مصير، كيجي البنات بحال الحامض المصير العادي اللي كنوجدو. ما غاديش يعني جربتوه راه ما غاديش غادي يجيكم شي فرق بيناتهم، راه عادي بحال الحامض المصير العادي اللي كنوجدو. ومنها غادي نستافدوا من هاد القشره ديالو. واخا عصرت داك الحامض راه باقي داك اللب ديال الحامض لاصق، يعني باقي فيه العصير ديال الحامض، ونستغلوه نوجدو به مصير. وغادي نوريكم جوج وصفات وحدين اخرين اللي غادي تستغلوا بهم هاد القشره ديال الحامض وما نرميوهاش تضيع. غادي نبقى مستمره حتى نكمل هاد القشره ديال الحامض كامله، نقطعها بهاد الطريقه وندير ليها الملحه، وغادي نعمرها في هاد القريعه هادي كما كتشوفوا معايا. وبهاد الطريقه غادي نستافدوا من هاد القشور وما غاديش نرميوهم. بغيتو تخلطوه بحامض واحد اخر، يعني تقطعوه صاين وتخلطوه مع هاد القشره ديال الحامض. بغيتو ديروا غير القشره ديال الحامض بوحدها راه كتجي زوينه، كيجي حامض مصير عادي بحال اللي كنوجدو عادي. غادي ندير ليه واحد الكميه ديال الملح كما كتشوفوا، كميه غير اللي تغلف ليا داك القشره ديال الحامض. ما نكثروش الملح بزاف باش ما يجيناش مالح، يعني عينكم ميزانكم على حسب الكميه اللي كاينه عندكم ديال القشور. كانت كميه كثيره كثروا شويه الملح، المهم غير اللي تغلف لينا داك القشره ديال الحامض صافي. وغادي نعمرها في هذه القريعه كما كتشوفوا معايا. وغادي نزيد عليها واحد 2 معلقات ديال الزيت اللي تغطي ليا هذه القرعه ديال الحامض. وغادي نزيد حتى داك العصير اللي عصرت انايا، صفيت خديت غير داك العصير اللي ديال الحامض، وداك الشيء دوك البقيه ديال العصير غادي نحيد منهم دوك العظيمات ديال العصير وغادي نضيفهم على القرعه، ونغطي عليها بواحد 2 معلقات ديال الزيت. وغادي نحتفظ بها حتى كيولي عندي الحامض مصير موجود، يعني جاهز. هنا عندي واحد الكميه واحده اخرى ديال القشور ديال الحامض، غادي نوجد بها وصفه اخرى كما كتشوفوا. وهاد القشره الصفراء ديال الحامض غادي نحتفظ بها في الكونجيلاتور، ننسم بها الحلويات والكيك. يعني حتى حاجه ما غادي نرميوها من هذا الحامض، غادي نستغلوه كامل، ما غادي نرميو منه حتى شي حاجه. وغادي نوجدوا به وصفات اللي غادي تفيدنا في المطبخ ديالنا. غادي نقطع هذا الحامض كما كتشوفوا وغادي نطحنه. صافي غادي نبقى مستمره حتى نكمل هذه الكميه كامله اللي عندي ديال القشور ديال الحامض نطحنهم. وغادي نجيب واحد البلاستيكه ولا نجيب داك البلاطو ديال المكعبات ديال الثلج، وغادي نحتفظ بهذه القشره ديال الحامض. وغادي نغسلو بها الدجاج ديالنا، حيد لنا ديك الزفوريه ديال الدجاج، نغسلو بها بحال غسلنا عادي بالحامض، راه باقي فيها العصير ديال الحامض والقشره ديال الحامض كتعطينا واحد النسمه زوينه للدجاج. وهذا الوقت، يعني هذا الوقت ديال الحامض كيكون فيها النسمه ديال الحامض، تكون فيها واحد النسمه زوينه وكتكون مجهده، ماشي بحال الصيف تكون الحامض واخا تيكون الحامض ما كتكونش فيه الريحه ديال الحامض، كتكون الحامضه ولكن النسمه ديال الحامض ما كتكونش فيه واحد الريحه اللي كتكون في الحامض، ما كتكونش في داك الوقت. من الاحسن نحتفظوا بالحامض في الكونجيلاتور ولا في، المهم نحتفظوا به. الوقت ديال الصيف كيكون قليل باش تلقاي الحامض اللي زوين، وكيكون قليل، يعني الوقت ديال الحامض هي هذه. الأحسن يعني نوجدوه بهذه الطريقة هذه ونحتفظوا به إلى ممكن. كما كتشوفوا انا غادي نعمرو في هذا البلاطو هذا ديال المكعبات ديال الثلج، وغادي نحطوه حتى كيتجمد، ومن بعد غادي نحيدهم ونحطهم في واحد البلاستيكه ونحطهم في الكونجيلاتور ديالي. والوقت اللي نبغي نغسل الدجاج غادي نهز المكعبات من هاد ديال الحامض
وغادي نغسل بهم الدجاج ديالي. اولا نوجد بهم وصفات ديال التنظيف في المطبخ ديال الماء اينوكس. كما كتعرفوا الحامض راه كيخلي اينوكس تيشعل. وصفات طبيعيين ماشي مواد كيماويه اللي غادي تحرق لينا ايدينا ولا كدير الحساسيه. بالنسبه لي انا عندي الحساسيه، كيجينا صعيب باش نخدم بالمنظفات اللي فيه مواد كيماويه. كما كتشوفوا هادشي اللي بقى عندي ديال هاد القشره ديال الحامض اللي مطحونه، غادي نحطها في هاد البلاستيكه وغادي نسرحها بهاد الطريقه هادي، وغادي نقسمها حتى هي مربعات، وغادي نبقى الوقت اللي غادي نحتاج واحد الطريف منها ولا واحد الكميه غادي نهزها ونستعملها. كنتمنى الفكره ديال اليوم اولا الافكار ديال اليوم يفيدكم وتجربوهم في دياركم، يعني راه غادي ينفعوكم بزاف. ما بقيتوش ترميو القشره ديال الحامض. وهاد الكميه اللي باقا عندي ديال القشره ديال الحامض اللي غادي نحط دابا في الكاسرونه، غادي نضيف عليها الماء وغادي نحطها كتغلي. كما كتشوفوا بعد ما غلات وطاب ليا مزيان داك القشره ديال الحامض، غادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال البيكربونات الصودا، معلقه ديال الملحه، غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الصابون البلدي، وغادي نزيد واحد نص كاس صغير ديال الخل، وغادي نوجد بها واحد الوصفه. كما كتشوفوا هذه فعاله على الدهون وكتخلي اينوكس كيلمع. الاواني ديالنا ديال اينوكس الا حطيتو عليهم هاد الخلطه هذه ونظفتوهم بها، كيرجع اينوكس ديالكم كيلمع، كتحيد لينا الدهون، كتحيد داك الحروق اللي تيكونوا في اينوكس. كتعاوننا بزاف في المطبخ ديالنا اولا في الناس البنات اللي عندكم بلاك ديال اينوكس ولا لافابو ديال اينوكس، راه كتخليه كيشعل. ديروا غير سميتو ديك باش البونجه باش كنغسلوا الاواني ولا ديك الجيكسه باش كنغسلوا المواعن ديالنا وكنغسلوا بها الاينوكس، كيرجع كيشعل. كنعاودوا بسائل الاواني العادي كنعاودوا نغسلوهم به وكنشللوهم، يعني كيرجعوا الاواني ديالنا كيشعلوا بهاد الخلطه هذه. وكما كتشوفوا خلطه طبيعيه ما فيهاش مواد كيماويه. غادي نهز منها واحد الكميه والباقي غادي نحطو في الثلاجه ولا يعني نحتفظ به في الثلاجه، يعني نوجدو غير كميه قليله ما نوجدوش بزاف. راه عندنا القشره ديال الحامض مجمدينها نستغلوها، يعني نوجدو بها هاد الوصفات ونغسلو بها الدجاج. وهاد الوصفه هذه كما كتشوفوا راه مواد طبيعيه ما فيهاش مواد كيماويه اللي غادي يعني دير لنا الحساسيه اولا الضيقه ولا تحرق لينا يدينا. بالاحسن نوجدوا هاد الوصفات الطبيعيه نستغلوهم في المطبخ ديالنا، ما كيحرقوش اليدين ما كيديروش الحساسيه، طبيعيين ما غاديش يأذيونا. كما كتشوفوا هنايا غادي نهز من هذا الخليط وغادي نغسل به هاد الكاسرونه، كتحيد الحرق كتحيد ديك الصفوريه ديال الطياب. كنتمنى الافكار ديال اليوم يعجبوكم، وما تنساوش من فضلكم اللايك الا استفدتوا، ديروا لايك من فضلكم وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والعائله وما تنساوش من فضلكم اللايك. كتشوفوا النتيجه ديال الاينوكس كيخرج كيشعل. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا لكم على المتابعه. ما تنساوش من فضلكم اللايك واشتركوا في القناه. مرحبا بكم.